الكل بيحضن ويبوس ومنى شلبي عيطت وادت واحد بالقلم، ورانيا يوسف جوزها اتعصب لما شاف الناس بتصورهم مع بعض، واللي عملته لما واحده سلمت عليه وبسته محدش يتوقعه. ومعين السيد قالت كفايه فرجتوا المول عليا، واشرف عبد الباقي وبنته اتحطوا في موقف محرج وده بسبب فاطمه. وكريم قاسم وشوش جيهان الشماشرجي وقال لها سيبيني اتصور لوحدي، ورد فعلها كان مفاجاه. واللي عمله جوز سلمى ابو ضيف لما الرجاله اتصورت معاها صدم الكل. لقطه مثيره من العرض الخاص لفيلم هبته. يا ترى ايه اللي حصل في العرض؟ ايه حكايه فستان ميان اللي كانت واقفه خايفه بسببه؟ ايه اللي عملته منى شلبي لما ميان السيد حاولت تبوس على ايديها؟ كل ده واكتر هتسمعوه معانا في فيديو النهارده. مين يصدق اللي حصل في العرض الخاص لفيلم هبته؟ حاجه كده عقلك يستغرب لما يعرفها ويقول معقول هم الفنانين عملوا كده ازاي؟ من كام ساعه كان العرض الخاص للجزء الثاني من فيلم هبته، والحقيقه انه ما كانش عرض خاص عادي، لا ده كان عرض تقريبا ما حصلش زيه قبل كده. الفنانين كلهم كانوا داخلين يحضنوا ويبوسوا في بعض، وكل اللي يشوف التاني يسلم عليه ويحضنه، اللي هو الحب مسيطر عليهم وروح الصحبه الحلوه. منى شلبي دي كانت حكايتها حكايه، لان فرحتها بالفيلم كانت مخليها تعمل حاجات لاول مره تعملها قدام الكاميرات والجمهور، يعني زي انها فضلت تتنطط على الريد كاربت زي الطفله اول ما شافت صحابها، وهوب قامت رافعه ايديها ومديه واحد صاحبها بالقلم قدام الكل، ايوه على الريد كاربت، بس طبعا كانت بتهزر يعني عشان هم اصحابه كده. هل بقى ده اللي حصل بس؟ لا طبعا، ده كمان انفعلت لما مصور قال لها تقف عشان يصورها، وقالت له عيب ما يصحش كده، في ناس بتسجل ازاي اقف عندهم واتصور. وبعد ما العرض الخاص خلص فضلت تعيط وتتنطط في الارض لحد ما دخلت عليها ميان السيد ووطت عشان تبوس على ايديها، بس هي شدتها بسرعه وحضنت ميان. رانيا يوسف بقى ظهرت لتاني مره مع جوزها الجديد، واللي اتعصب جدا لما شاف الناس بتصورهم مع بعض، وكان بيحاول يمسك نفسه، اللي هو ما تعرفوش بقى هو غيران عليها من التصوير ولا هو مش حابب يتصوروا مع بعض عشان يعني عنده عيال من مراته الاولى وعايز يحافظ على مشاعرهم مثلا. رانيا بقى لما شافت صاحبه جوزها دخلت سلمت عليه وحضنته وبسته ضحكت وكانه عادي بالنسبه لها. سلمى ابو ضيف بقى وجوزها خطفوا الانظار، بس جوزها كان غيران عليها قوي من الرجاله اللي اتصورت معاهم، وكان بيبص لكل واحد كده بصه غريبه، طبيعي مراته وبيغير عليها. ميان السيد بقى ظهرت بفستان قصير وكان مخليها زي القمر، بس في نفس الوقت كانت خايفه قوي وكل شويه تشده لتحت عشان ما تتعرضش لاي موقف محرج. ولما دخلت المول والصحفيين اتلموا عليها يصوروها والناس خدت بالها، فهم كمان اتلموا عليها عشان يتصوروا معاها، فبكل تلقائيه وخفه دم قالت للصحفيين كفايه بقى فرجتوا الناس عليا. ولما دخلت وقفت على الريد كاربت فضلت تعمل حركات رومانسيه مع الفنان حسن مالك اخو احمد مالك، يعني يعملوا قلوب لبعض بايديهم وحركات بقى من دي، وده بما ان الفيلم يعني رومانسي وبيتكلم عن الحب. كريم قاسم بقى كان واقف يتصور على الريد كاربت وكانت جنبه جيهان الشماشرجي وكمان سلمى ابو ضيف. جيهان بقى فضلت واقفه فاضطر انه يوشوشها ويقول لها سيبيني اتصور لوحدي، فاتلخبطت وضحكت وقالت طبعا وبعدت عنه. اشرف عبد الباقي وبنته زينه اتحطوا في موقف محرج لما دخلوا المول، الناس هجمت عليهم وكسروا فازه كبيره في اول المول والامن فضل يزعق، وطبعا كان موقف محرج جدا. في النهايه قولوا لنا رايكم ايه في الفيلم.